إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. باب الجنة، إذا وصل عند باب الجنة يشوف الناس، يا الله ما أجمل أخذوا أخذاتهم، ما أجمل مجالسهم، ما أجمل أرض الجنة، ما أحلى خيامها، ما أحلى قصورها، ما أجمل أشجارها، يا الله ما أجمل هذا المنظر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. آخر واحد لما يشوف هذا المنظر الجميل والناس يضحكون ويمرحون على ضفاف الأنهار، يتزاورون من قصر إلى قصر، هذا مع الحور العين، هذا مع إخوانه وأولاده وذريته وأهله وأسرته، هذا يزور أصحابه يتجولون، نزع كل ما في صدورهم من غل، ولا واحد في الجنة يشيل عن الثاني. ما أجمل قلوبهم، حتى الشمس ما في شمس. النوم اللي إحنا نتمنى ننام بالدنيا، الجنة حتى النوم ما فيها. طيب ليش؟ لأنهم ما يتعبون أصلا، لأنهم ما ينصبون أصلا. ليش ينامون؟ عشان ما ينقطع عنهم شيء من النعيم. كل وقتهم نعيم في نعيم، أكل وشرب وزوجات وقصور وأرائك وحرير ولعب وضحك وأحاديث وجمال منظر ورائحة جميلة ومجامر من الألوة ورائحة عبقة. كل هذا لمن؟ لأهل الإيمان. لما يشوف آخر واحد يشوف هذه المناظر، يقول الله عز وجل له: تمنى يا عبدي، شنو ودك؟ يتمنى القصور والأنهار والأشجار والحور يقول الله له أيضا: تمنى، بعد تمنى أكثر. كل ما تمنى الله يذكره، تمنى كذا، يتمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت الأماني يقول الله له: عبدي لك ما تمنيت ومثله 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 وعشرة أمثاله، إنها الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم.